السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. النهاردة وصفتنا كده سريعة وسهلة جدا جدا، وهي الجمبري المقلي بطريقة سريعة كده ولذيذة، وكمان بأقل إضافات. يلا بينا نصلي على رسولنا الكريم ونشوف هنعمل ايه. ودي المقادير اللي عندنا. الجمبري بتاعنا طبعا جمبري مقشر، والبهارات والدقيق، بقسماط مطحون، تمام. لو مفيش بقسماط عيش ناشف مطحون، تمام. وليمون وخل. هنا هنضيف البهارات بتاعتنا: توم مفروم، بابريكا، كمون، كزبرة ناشفة، وفلفل اسود، ملح، قرفة، اي بهارات احنا عايزين نضيفها عامة، وبهارات جمبري. وضفنا عليها عصرة الليمون والخل، ونقلبهم كويس في بعض كده، ونسيبهم كده حوالي ساعة. بعد ما نقلبهم كويس في بعض هنسيب الجمبري كده يشرب من الخليط ده حوالي ساعة او ساعة ونص. هجيب الدقيق، هضيف عليه معلقة بابريكا والبقسماط المطحون، او لو مفيش بقسماط مطحون عيش ناشف بنطحنه، او عيش محمصينه برضو في الفرن ينفع، ونطحنه في الخلاط هيبقى كويس جدا. وحطينا عليه معلقة كمون كده ونقلبهم كويس. هنجيب بقى بعد الساعة ونص ما عدت هحط بقى الجمبري في خلطة الدقيق بالبقسماط كده مرة واحدة. يعني دي وصفة سريعة وسهلة كده، تمام، بدون بيض وبدون اي اضافات تانية، وبتبقى جميلة جدا وطعمها لذيذ جدا. شايفين؟ هناخد بقى ايه بنقلبه، ناخد جمبرية جمبرية كده، واحطها في الدقيق واقلبها كويس لحد ما تشرب الدقيق كله ونطلعها منه. نعمل كده في بقية الكمية. شايفين؟ ده الجمبري كله عملناه بالطريقة دي، وشرب الدقيق بعد ما حطيناه وسيبناه شوية، فالدقيق بيمسك فيه كده. وفي طاسة سخنة وفيها زيت سخن كده جامد، هنزل بالجمبري فيه، ياخد بس الصدمة بتاعته. وبعد كده نخلي النار على تبقى نار متوسطة كده، بحيث ان هو ايه يستوي كويس ويبقى مقرمش، ينشف معانا في الزيت، تمام. وبكده بنكون خلصنا كمية الجمبري في الزيت، اتقلى كله وبقى بالمنظر ده. شايفينه؟ منظره جميل جدا، وشكله وطعمه طعمه روعة جدا. طريقة سهلة جدا، يعني احلى حاجة فيها انها سهلة، مكونات بسيطة وسريعة. مش هنغلب نفسنا يعني، وبدون بيض او اي اضافات، وبناكل احلى جمبري. وباي باي.